السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين يا جماعة نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو بعد إعلان النادي الأهلي انضمام صفقة وسام أبو علي اللاعب الفلسطيني واللاعب عمر كمال عبد الواحد قادم من فيوتشر نتيجة إعارة 3 لعيبة للنادي الأهلي اللي كان في الصفقة دي. الصراحة شايف إن هو اتعامل باحترافية جدا واسمع مني كلمتين مهمين عشان أعرفك الأهلي إزاي لعب باحترافية عالية. أنا تقريبا شايف إن الأهلي استفاد من الصفقة دي بنسبة 100%. وهنتكلم برضو عن الناس اللي كانت بتقول لك الأهلي بيكسب بالتحكيم والكلام ده. تابعوا معانا يا جماعه فيديو هنتكلم كلام مهم جدا عن النادي الاهلي، ورد على الكابتن عفت نصار ورضا عبعال والناس اللي بتحاول تقلل من انجازات النادي الاهلي، وكلمتين مهمين لكل جماهير نادي الزمالك يا ريت نسمعهم بس ونفكر فيهم بالعقل. دلوقتي يا جماعه في ناس احنا عارفينهم، الكابتن رضا عبعال، عفت نصار، اسامه حسن، الناس كلها اللي بتحاول تقلل من النادي الاهلي تقول لك النادي الاهلي بيكسب بالحكام والكلام دون. وانا قبل كده طلعت رديت عليهم كذا مره وبيقول لك ان التحكيم هو اللي بيزني الاهلي على الزمالك. وانا كنت طلعت كتبتهم، والناس دي اصلا كدابه وهجاصه، لو حد فكر هيعرف هم ايه اخرهم ايه. دلوقتي يا جماعه النادي الاهلي اللي المفروض هو بيكسب بالحكام، اللي المفروض ان هو بيكسب بالمساعدات الخارجيه، الكلام اللي احنا عارفينه دون شغال عمال في تدعيمات. النادي الاهلي اللي هو بيكسب بالحكام عمال يجيب تدعيمات، عمال يجيب موديتس، فشل جاب معاه وسام ابو علي اللي هو لسه ما كملش 6 شهور. الاهلي بيعتمد على الحكام جاب لك عمر كمان عبد الواحد يعني لعيب جوكر بيدعم باك يمين باك شمال في نص الملعب جناح مهاجم. النادي الاهلي لو على حسب تفكير الناس دي بيعتمد على الحكام بنسبه 100% او بنسبه 99% زي ما عرفت نصر قالها بنفسه، ما كانش جاب لعيبه وصرف وراح يتفاوض مع الفريق السويدي ويتفاوض مع فيوتشر. اللي انا شايف ان الاهلي والله يا جماعه تاني مره بكتب لك الاهلي بتلعب في الصفقه دي من وجهه نظري بنسبه 100% استفاده من كل الجوانب. انا شايف ان فيوتشر ما استفادش اي حاجه. نفكر بعقل ومنطق. تقول لك ايه الاهلي متفوق عشان الحكام، الاهلي لو متفوق عشان الحكام ما كانش صرف وجاب صفقات. نفكر شويه بس، ما كانش كل موسم والتاني يجيب لك صفقات سوبر. عشان كده بيجيب لك صفقات سوبر من بيرسي تاو ورضا سليم وامام عاشور واخرهم دلوقتي موديتس وفشل. فالمهاجم يا خطيب، والله يا جماعه شايف الناس جايه على الخطيب. انا شايف والله ان جماهير النادي الاهلي جايه على كابتن محمود الخطيب. يعني في 6 شهور جاب لكم 2 مهاجمين في 6 شهور. اللي احنا عندنا كابتن حسين لبيب طالع من قبل ما يكسب الانتخابات يقول لك انا عارف كل مشاكل نادي الزمالك وانا مجهز فلوس وانا مجهز فتح القيد ومجهز مدرب الاجنبي ومجهز. بص خليكم نادي الزمالك اكبر قلعه كرويه في مصر، اكبر قلعه كرويه في مصر حسب كلامه هو. ودلوقتي طلع يشتكي ويقول لك معيش فلوس وايه، طلع على نهج مرتضى منصور بس محترم شويه. دلوقتي يا جماعه نفكر بالعقل والمنطق. لو انتوا كلامكم صح والنادي الاهلي معتمد على الحكام بنسبه 100% كان اشتغل فلوس وعمال يعمل صفقات. بس بنفكر بس بالعقل عشان احنا قلت لكم يا جماعه رامين كل شماعتنا على التحكيم المساعدات الخارجيه في مؤامره كونيه. مفيش. لو فكرنا نلاقي كل حاجه واضحه وكل حاجه ايه 1+1=2. هتشتغل صح هتنجح، هتشتغل بطريقه العقليات بتاعت رضا عبعال وعفت نصار هتبقى زي ما انت. بس واضحه جدا. دلوقتي يا جماعه اقول لكم ليه الاهلي طلع كسبان في صفقه عمر كمال عبد الواحد بنسبه 100%. دلوقتي انت جبت لعيب جوكر ومكسر الدنيا مع فيوتشر وراح منتخب مصر وعامل اداء كبيره. دلوقتي انت جبت اللعيب دون مقابل اعاره 3 لعيبه ناشئين كل واحد سنه ونص. والنادي الاهلي حاطط بند في عقود 3 لعيبه ان هو يحق له ان هو يقطع اعاره اي لعيب ناشئ لو لعيب اتطور مثلا خلال 6 شهور او سنه، مش لازم انا السنه لحد نهايه الاعاره، واقدر ارجعه في مقابل ان انا اديك ايه لعيب ناشئ تاني. دلوقتي واحد يقول لك يا عم طب ايه طب فين الاستفاده؟ اقول لك اول حاجه الاهلي ما يدفعش فلوس، دي اول حاجه. تاني حاجه الاهلي بيطور لعيبته عند فيوتشر. يعني الاهلي دلوقتي بيطور الناشئين بتاعته في فيوتشر. اتفضل ال3 ناشئين دول طورهم لي مستواهم يعلى ايه ارجعهم تاني واديك ناس تطورهم تاني. انت شايف التفكير الناس ايه؟ انا دلوقتي ما بدفعش ولا جنيه وده نجاح كبير. تاني حاجه انا بطور لعيبه بدل ما هي قاعده ما بتاخدش فرصه، ولو هتشارك 5 6 دقايق مش تعمل حاجه. فانت شايف العقليه ازاي؟ بطور لعيبتي من ناحيه، والناحيه التانيه جبت صفقه سوبر ببلاش. انت متخيل معايا ببلاش معنى الكلمه؟ فهمت انا قصدي ايه؟ شايف فن الاداره ان فعلا يا جماعه الاداره بتفرق، الفهم بيفرق. لكن عندنا احنا في الزمالك اكبر انجاز عمله الكابتن حسين لبيب لحد دلوقتي وهو تغيير سيراميك النادي. تخيل بقى معايا بقى ايه واحد شغال بيغير سيراميك النادي والتاني شغال بيجيب لعيبه وبيعمل صفقات ببلاش، وفي الاخر يقول لك ايه ليه ده بيخسر وده بيكسب. فبدل ما اقول لك ان ده فاشل اقول لك الاسهل ده بيكسب بالحكام، ده بيكسب مساعدات خارجيه، ده بيكسب بكذا كذا كذا. لكن احنا لو فكرنا كويس واشتغلنا والله هنكبر وكل حاجه. لكن احنا عندنا شماعه جاهزه، اي فشل حكام، اي فشل اتحاد كوره، اي فشل مؤامره كونيه من الفيفا. لا، ما انت لو فكرت بالعقل تلاقي كل حاجه واضحه. رساله اخيره الكابتن عفت نصار ورضا عبعال واسامه حسن كل الناس اللي بيشككوا ان الاهلي بيكسب الحكام اكبر دليل ان هم كلامهم هاقص اللي الاهلي وادارته بتعمله.
مفيش فريق معتمد على الحكام هيجيب كل موسم 3 4 صفقات. واللي مستغربه ان في ناس مش عاجبهم كابتن محمود الخطيب، يقول لك المهاجم الخطيب وهو بيكسب بطولات. فين المهاجم الخطيب وهو بيكسب دوري وكاس وافريقيا وكاس عالم انديه؟ لو جابوا مهاجم يعملوا ايه؟ تخيل كده معايا الاهلي لو معاه مهاجم بمعنى الكلمه، انت هتلاقي الاهلي في حته ثانيه. انا بقول لك اهو الاهلي هتلاقيه في حته ثانيه، هتلاقي الاهلي مرعب لو معاه مهاجم بمعنى الكلمه، مهاجم بيستغل ربع الفرص اللي الاهلي بيضيعها. مش هقول لك الفرص كلها، ربع الفرص هتلاقي هجوم الاهلي اتغير 180 درجه. يعني يا جماعه نبقى واقعيين. كابتن حسين لبيب وكابتن احمد سليمان كل وعودهم لحد دلوقتي مفيش حاجه منهم اتنفذت. في الاخر نقول لك ايه؟ المؤامره الكونيه، واحنا عينا مؤامره من مش عارف مين، وفي حجج والمشكله ان في ناس بتصدقهم. ولما اتكلم من الحته دي ناس تقول لك ايه؟ تقعد تشتم وتهاجم، انت كذا انت كذا. مش عارف والله. يعني في الاول في الاخر كل واحد دماغه مريحاه، كل واحد بيحب يضحك عليه بس الطريقه ايه؟ شيك. هو ايه؟ انا عايز تضحك عليا بالطريقه دي، انا مرضي كده اقول لك الحقيقه. لا 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 لا، انت غلط، انت كذا انت كذا. ولكن في الاخر انا بقول لك كلمه انا شايفها بالنسبه لي ان هي كلمه حق. انا بقول لك كلمه حق وبقول لك حاجات واقعيه. عايز تسمعها اهلا وسهلا، مش عايز تسمعها براحتك. انت عايز تبقى مغيب براحتك، كمل مع الناس بتوعك. عايز تبقى واقعي وتعرف الحقيقه، انا بقولها لك. ممكن يكون انا برضو غلطان، انا مش بقول لك ان انا صح، مش بقول لك ان انا صح وجامد. ممكن يكون انا غلطان وممكن يكون انا صح. انت فكر بس بعقل ومنطق وهتعرف مين الصح ومين اللي بينيمك ومين اللي بيحاول ايه يغيبك بمعنى الكلمه ويخليك ايه عايش ورا نظريات المؤامره والكلام ده. بس يا جماعه شايف انه كفايه اول حد جه في الاول في الاخر ده قرار شخصي واحد. ده كنت مفتوح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.